صراحة ما ابغى اكذب عليكم، انا غيران انا غيران انا غيران انا غيران. غيران من ايش يا اخي؟ غيران من اجواء الاندية الثانية. انا ماني عارف احنا في عزة وايش وضعنا، لينا شهرين واحنا في قمة الطاقة السلبية، وحتى الان طاقات سلبية وصياح وزعل وملوم متلوم. اليوم ماكسيم هدف عالمي وتالي كون نصر يسجل لك 4، والهلال شغال ونيمار واجواء فرحيه، والجمهور زعلان على سالم انه ايش شاتر بلنتي. يعني شوفوا مشاكلهم، واحنا لا، جوتا حمد الله رومارينو لا ده حق، لا مين جاب هاشتاجات. خلاص الكلام ما حيفيد دحين. الكلام اي احد بيكتب كلام زي كذا دحين بيحرق دمنا احنا، لا الاداره سمعتكم ولا حد سامعكم. مباراتنا في اسيا خلينا نشوف ايش حيصير معانا. يا اخي يمكن حمد الله يسجل اهداف اكثر من بنزيما. يا اخي انا عارف انك حتقول لي لا مدري، خلاص انا دحين همني مصلحه الاتحاد. اذا شفت الاتحاد بيلعب كويس بيفوز كذا خلاص هذا اللي ابغاه حاليا. شفت هذا اللاعب كويس الله يدي العافيه، ما حشخصم مع اي لاعب. حمد الله دحين طلع له صور الرجال نحفان وشغال على نفسه، دام شغال على نفسه ويقدر يسجل لنا حيا الله يوفقه مع الاتحاد. ومدافعنا اللي جبناه لويس برضو الله يوفقه ان شاء الله. اشوفه افضل مدافع في العالم، افضل من حجازه، ابغى اشوفه افضل شيء. كل اللاعبين حندعمهم، روما اي احد خلاص ادعمه. انسوا التشامل، لانه حتى التشامل بضرنا احنا كمشجعين. نفسيا الواحد الشغف عنده صفر، لكن هو بينه وبينه متصدر نقطة. انا عارف مو طموحنا، انا عارف ان لما نشوف الهلال ولا الاندية الثانية قديش انهم ممتازين بنغار ونقول يا اخي ليش واحنا حننافس في كاس العالم. لكن خلاص خلينا نشوف ايش حيصير، وان شاء الله يا رب اننا نطلع كلنا غلط، وانه يطلع نونو ابخص انمار اذكى مننا، وكلهم يكونوا صح واحنا غلط، لانه هذه مصلحة الاتحاد. احنا كل زعلنا وكله مصلحة الاتحاد. فدحين كلامنا ما حيفيد، خلاص نستنى الانتقالات الجاية ايش ونصيح مرة ثانية. وبس يعطيكم العافية.